شركة ماليزية اخترعت جهازا إلكترونيا للوضوء لتوفير المياه والتقليل من إهدارها. فهناك حوالي 2 مليار مسلم في العالم، أغلبيتهم في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث إمدادات المياه قليلة. الجهاز مزخرف أخضر اللون، جهاز استشعار تلقائي خلال استخدامه يسمع المتوضئ آيات قرآنية. الجهاز سيكون متاحا في الأشهر ال6 المقبلة، وتقدر كلفته ما بين 3000 و 4000 دولار. في الوضوء العادي يستخدم الفرد ما بين 8 و10 لترات من المياه. بفضل هذا الجهاز يستخدم الفرد أكثر بقليل من اللتر الواحد. توفير المياه في حد ذاته عامل سيحفز الناس لاعتماد هذا النظام بدلا من الطريقة التقليدية المتبعة في الوضوء، حيث هناك إهدار كثير للمياه. الجهاز به أحواض عدة للحد من استخدام المياه، ويمكن أيضا أن يساعد على توفير حوالي 40 مليون لتر من المياه يوميا في موسم أداء فريضة الحج. أما في ماليزيا وأغلبية سكانها من المسلمين، فالآراء متعددة بخصوص هذه التكنولوجيا الفائقة وثمنها المكلف. ثمن اللتر الواحد من الماء زهيد بالمقارنة مع البلدان الأخرى، لذلك الجهاز لا يجدي نفعا في ماليزيا، خاصة وأنه مكلف للغاية. ولكن البعض يرى أن سنغافورة البلد المجاور يستقطب عددا كبيرا من السياح ويعاني من مشكلة المياه الشحيحة، ويمكن أن يساعدها هذا الجهاز على الحفاظ على مواردها وحماية البيئة. الجهاز سيكون متاحا في الأشهر ال6 المقبلة، وتقدر كلفته ما بين 3000 و 4000 دولار. مدينة دبي أبدت اهتماما في الحصول على الجهاز للمطارات. الجهاز استغرق عامين لتطويره، وبلغت تكلفته 2,500,000 دولار. الشركة المنتجة لهذا الجهاز تسعى لاستقطاب المساجد والمكاتب مع النماذج الجديدة التي يمكن أن تعلق على الحائط.